محكمة. بعد الاطلاع على أوراق ومستندات في قضية رقم 38 جنايات القاهرة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم فتوح محمد هريدي والمتهم أمين عبد الحي سلامة مرتشي موظف عام، وذلك بالسجن 3 سنوات لكل منهم. سهام اصحيلي. ايه يا سيف، في حد يصحي حد بالطريقه دي يا اخي؟ ايه ده؟ عقب سجاره. وايه اللي جاب عقب السيجاره ده في اوضتي؟ يعني انت مصحيني من النوم عشان تسالني ايه اللي جاب عقب السجاره دي في اوضتي؟ مين اللي دخل اوضه نومي وشرب السيجاره دي؟ خلي بالك من كلامك يا سيف، انا اللي بشرب سجاير. ارتحت؟ شرب سجاير من ورايا؟ هو انا لاقياك؟ هو انت بتيجي انا ما بقتش اشوفك يا بيه. ما جاتش فرصه عشان اقول لحضرتك. انت ازاي تعملي كده اصلا من غير ما تاخدي اذني؟ دي حريه شخصيه، هو انا عيله صغيره؟ ما هي المصيبه انك مش عيله صغيره، انت ست كبيره وناضجه ومتجوزه وليك راجل، المفروض تعملي كل حاجه بعد ما تاخدي اذني. حاضر، اديني باخد اذنك اهو. ممكن اشرب سجاير؟ لا، مرفوض. سامعاني؟ ومن دلوقتي حالا اياكي تلمسي السجاير دي تاني، مفهوم ولا لا؟ طب ما تحبسني احسن. سهام، انت عارفه ان دماغي فايته، انا ممكن اعملها واحبسك. ليه؟ عملت لك ايه عشان تعمل فيا كل ده؟ انت عارفه كويس ان انا اصلا ما بحبش منظر الست اللي بتشرب سجاير. وانا بحبها وعايزاها. وبتشرب السجاير دي من امتى؟ من ساعه ما رحت العين السخنه، جربتها فعجبتني فشربتها. جربتيها؟ ده انت عايشه بقى وانا نايم هنا في مصر على وداني. ومين بقى ان شاء الله اللي علمها لك؟ انا علمتها لنفسي، محدش. جبت سجاير منين؟ جرى ايه؟ هو تحقيق من الاوتيل. وفين علبه السجاير دي؟ دي بقى تقرف. اتفضل، ارتحت؟ بص يا سهام، انا هعديها لك المره دي، وعلبه السجاير دي هتفضل معايا، لكن قسما بالله العلي العظيم لو شفتك لامسه سجاره بعد كده هيبقى يومك مش فايت. ايه؟ انت ليه بتحب تعمل كل الحاجات اللي بتضايقني ليه؟ بالعكس، انا بخاف على مصلحتك وعلى صحتك. سيبني اختار حاجه مره واحده لنفسي. وانت يوم ما تختاري ما تختاريش غير الحاجه اللي تضرك. سيبها تضرني يا اخي، ولما تضرني ابقى غلطت واتعلمت من غلطي. تتعلمي ايه يا هاني؟ ما تتهبلتي في دماغك، انت صغيره عشان تتعلمي، انت كبيره وناضجه. ايوه صغيره، لاني مجبوره على اللي انا بعمله. عمري ما اخترت حاجه لنفسي، كان في دايما حد بينصحني ولازم اعمل طبعا بنصايحه ولا ابقى بنت 60 في 70. انما دلوقتي يا سيف انا كبرت ولازم اختار. خلاص، يبقى تختاري حاجه غير السجاير. ما انا لو اخترت غيرها ما يبقاش اختيار، يبقى اجبار، وانا بحبها وعايزاها. انا مش فاهم ايه اللي عاجبك في السجاير ومخليكي تمسكي فيها كده. بنفخ فيها يا اخي، بطلع فيها النار اللي جوايا بدل ما تحرقني. نار ايه ياما؟ نار ايه يا حبيبتي؟ ما انت عايشه زي الفل اهو، ترتب لي في دماغك ولا ايه؟ نار الملل والوحده اللي انا عايشه فيهم. ملل ووحده؟ انت بتلمح على ايه بالظبط؟ انت بترمي بالكلام عليا ولا ايه؟ طبعا، ما انا عشان ما بخلفش مش جايب لك حته عيل يملى عليك البيت، يبقى انت عايشه في ملل وفي وحده. مش ده اللي انت عايزه تقوليه؟ انت ايه بتتلكك؟ هو انا قلت لك حاجه؟ انت مش محتاجه تقولي اصلا، كلامك واصل. انا لو مش عايزاك يا استاذ ما كنتش رجعت لك بعد اللي انت عملته. برضه مش عايزه تنسي؟ انت عجيبه. انسى ايه؟ انسى ان انت عايشتني في وهمي سنتين ان انا ما بخلفش؟ انسى لفي على الدكاتره؟ انسى الادويه اللي كنت باخدها وانت عارف كل ده وانا بتعذب وساكت؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ الموضوع ده خلاص احنا قفلناه، انت ليه بتفتحيه تاني؟ ما اقدرش انساه، مش هينفع، مش عارفه انساه يا سيف، مش عارفه. انا مش عارف ايه النكد اللي انا عايش فيه ده. نكد ليل ونهار. انا قرفت.
Please, Mr. Richard, you've signed off the project. Can we finalize the last payment now? Well, yes, I don't carry that kind of cash on me, so why don't you swing around the old villa tonight, around about 10, and I'll give it to you. Tonight? Tonight is impossible. I'm preparing to travel and I still have a lot of things to do. Okay, I'll come back here tomorrow morning. It's okay? As you like, Nancy. Thank you. انت مجنونه تفضحيني وتسوقي سمعتي، عايزه تحبسيني ولا ايه؟ اسوق سمعتك لما يكون مفيش ادله، انما الدليل موجود وصوره العقد اللي اتنشرت صحيحه. انا عايز اعرف انت جبت الاوراق دي منين؟ مش مهم منين، المهم انها للاسف صحيحه. لا كده كده. بابا هو انت ما تعرفش ان الكذب ملوش رجلين؟ ولا حضرتك شايف ان الدنيا هتفضل ماشيه بالباطل كده طول العمر؟ انت بنت قليله الادب ولا اعرف ازاي اربيكي. كنت قليلة الادب فده بسببك، لانك عمرك ما اهتميت بيا ولا فكرت تربيني. ايوه يا ابراهيم. ايه؟ تحقيق؟ النائب العام؟ طيب النائب العام طالب لي التحقيق، بيتي هيتخرب، الله يخرب بيومكم، الله يخرب بيومكم، الله يخرب بيومكم. انت خاينه وجبانه وما عندكيش دم. اسمع دي اختي الصغيره ومش عايزه بنت ايدي عليكي. انا هموتك هموتك يا ست. كفايه بقى كفايه، حرام عليكم انتوا الاثنين. انتوا عايزين يحصل فينا ايه اكتر من اللي احنا فيه؟ يابا انت مش عايز تشوفني ليه يابا؟ ده انا جيت لك 3 مرات. هو انا زعلتك في حاجه؟ لا يا ابني، انا مش زعلان منك، انا زعلان من نفسي. انا اللي خذلتكم، بدل ما كنت ابقى قدوه ليكم سببت لكم العار بالعمله اللي عملتها. ادم انا عايزك تنبه على اخواتك محدش منهم يجي يزورنا هنا، ويا ريت لو تتبروا مني خالص يكون احسن. ما تقولش كده يابا، انت مهما عملت هيفضل مقامك عالي وعلى راسنا من فوق. خلاص يا ابني، ما بقتش اشرف حد ولا استاهل ابقى فوق راس حد. اصدق ازاي يابا؟ ده مفيش اكتر منك بيخاف ربنا. انا مش ملاك يا ابني، انا بني ادم ولا طاقه. كتر الدق على الدماغ والمسؤوليات اللي ما بتخلصش ومفيش دخل، كل ده خلاني اتولدت وما بقتش عارف انا بعمل ايه. مش ذنبي يا ابني، مش ذنبي لوحدي، ذنبي وذنب الحكومه اللي فسدتنا، جوعتنا وسابتنا مش لاقيين اللضب. مرتبات ما بتكفيش العيش الحاف وهم عارفين وساكتين، ولو طالبنا بالعدل بتاع ربنا يقولوا لنا منين؟ نجيبوا لكم منين؟ ومعهم حق. هم يلحقوا على ايه ولا ايه؟ على الفلوس اللي بيسرقوها ولا على قوتنا احنا وقوت عيالنا؟ والنتيجه ان اللي يقع زي حالاتي السير يلوش ويضيع ومالوش ديه. ما تبصش في الارض يابا، انت مهما عملت هتفضل كبير. انا الشيطان غلبني يا ابني، ما قدرتش عليه. احنا في زمن عايز ملايكه، زمن اللي بيحاول يحافظ فيه على دينه زي اللي مسك في ايده جمرة نار. انا ما قدرتش. ما تقولش كده يا عم امين، ما تقولش كده. مش معنى انك غلطت يبقى كفرت، ما الناس كلها بتغلط وربك بيسامح. بس انا غلطتي كانت كبيره يا ابني، انا غلطت غلطه تخلي راسي في الطين طول عمري وما تخلينيش اعرف ارفعها منه تاني. نصيحه مني يا ابني، ما تعملش زي ما انا عملت، ما تعملش الغلط، اعمل الصح وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك.
اكسب نفسك احسن ما تحاول تكسب الدنيا وتلاقي نفسك في الاخر خسرت الاتنين وتعيش في جحيم زيي. يا غلطان، خليك فاكر يا ابني، اعمل الصح وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من حد، ما تخافش غير من اللي خلقك. ما تطيش لحد، ما تطيش غير من اللي خلقك. حلوه الجوافه يا حبيبي، عاملاها لك بايديا. انا عارفه ان طول عمرك بتحبها قوي. تسلم ايدك يا طنط، وطول عمر حضرتك ذوق وعمرك ما بتنسي حاجه ابدا. ما قلتليش انت استلمت شغلك في جمعيه حقوق الانسان؟ استلمته يا عمي، وعملوا لي هناك ريسبشن كبير اثر فيا جدا. انت يا ابني اضافه لاي مكان تكون فيه. متشكر يا عمي، بس ده مخليني خايف جدا ان العمل العام ياخدني من الناس ما اقدرش افيدهم، وده بالتحديد اللي خلاني اجي النهارده عشان اقابل حضرتك. خير يا ابني. خير يا عم. انا عرفت ان حضرتك قافل العياده بتاعتك بقالك كذا سنه. اوه السن بقى. قلت ازاي هعالج الناس وباب النجار مخلع. قعدت في بيتنا احسن. بخلع ايه يا عم؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ما تقولش كده. بس على فكره العياده دي لازم تفضل مفتوحه، دي خدمه عظيمه للانسانيه. يا ابني انا كبرت ومبقتش قادر على الشغل. طيب انا بعد اذن حضرتك هاجر العياده وافتحها عياده طب نفسي. وانا ما عنديش مانع. اهو على الاقل العياده تتفتح وتتهوى بدل ما هي مكمكمه كده. يعني انت يا حبيبي بتعرف تعالج نفسي؟ ايوه طبعا يا طنط، ده تخصصي. بيقول لك انه دكتور. طب ما دام دكتور يا حبيبي وسايبنا في الورطه اللي احنا فيها دي، ما تقف معانا وتساعدنا. جرى ايه يا سيسيل؟ هو احنا طلبنا منه حاجه والراجل اتاخر؟ يا عمي ومن غير ما تطلبوا مني، انا شايف الموقف كويس قوي. انا عارف قد ايه الحاله النفسيه بتاعت نانسي مأثره عليكم انتوا كمان. وعلى فكره اللي عند نانسي ده مش مرض نفسي، ده رد فعل طبيعي جدا بعد الصدمه القويه اللي هي تعرضت لها. وعلى فكره ومن غير ما تطلبوا مني، انا بحاول معاها بالفعل، بس بحاول من بعيد لبعيد عشان ما اوترهاش اكتر. دي خدت الفيزا وناويه على السفر واحنا مش قادرين عليها احنا الاثنين. بجد؟ ايوه يا ابني، مش قادرين نخليها ترجع في كلامها. انا هتكلم معاها تاني، ومين عارف يمكن تسمع لي. يا ريت يا حبيبي، من بقك لباب السما. يا باشا عامل ايه صليه؟ ممكن اعرف يا باشا العيال دي عملت ايه عشان تلبسهم قضيه زي دي؟ لبسهم ايه يا سياده المقدم؟ العيال معترفين وماضيين بخط ايديهم على اعترافاتهم، يعني مش ناقص غير معاليك تمضي على المحضر عشان المحضر ياخد اجراءاته. مش همضي، وهكتب تقرير منفصل هنتقد فيه اللي حصل في التحقيق، وهطلب اعاده التحقيق. انت بتتحداني يا شام؟ انا بتحدى الظلم. على اذنك يا باشا. حاسبه تقع. بطل ضحك وشوف شغلك يا ادم. عامة انا مش هرد عليك عشان انت قد ابويا وانا راجل محترم. تمام كده يا عم عفيفي؟ تمام. حكايه الراجل المحترم دي ما تاخذنيش يا ادم، انا مش مصدقك. انت يا عم هتقلق بقى. الله الله الله، انت راجل مهزأ ولا ايه؟ الله الله الله، انت اتجننت يا ادم ولا ايه يا عم؟ انت مش كده يا ادم، مش كده يا ادم. انت مجنون ولا ايه؟ يا اخي اوعى بقى. بلاش كده يا ادم، ما يصحش. مش شايف يا عم؟ معلش عمال كل شويه همشيك اطلع بره اطلع بره. اطلع بره يا ادم. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه، انا عندي فيسبا وينفع اشتغل في 200 محل، فاهم ولا لا؟ 200 محل؟ ايوه يا عم. يعني مش عدم يا جدعان المحل ده فيه واحد سيس وشكله هيتعور وش. يا ابن اللعيبه ده مفاجئ قوي. اطلع امشي. اوعى بقى.
يا باشا دول عيال خضر يا باشا، وتحالياتنا بتقول انهم مالهمش في اي حاجه، يعني استمرارنا في حجزهم لغايه دلوقتي ملوش اي داعي سعادتك. ماشي يا هشام، اللي اسمه كريم ده ملوش ملف عندنا، انما الواد التاني ده اللي اسمه طاهر اللي عامل لي فيها صحفي وشاعر ومشاكس، انت عارف وانا عارف انه كل يوم عندنا هنا. معاك سعادتك، لكن ملوش اي نشاط فعلي خطر، كل الحكايه انه بيكتب وبيقول رايه بس بغشوميه حبتين. وبعدين يا باشا هم اتقبض عليهم في التفجير، دول كانوا متجمعين في شقه واحد صاحبهم، يعني عادي يعني. انت عايز ايه يا هشام؟ شوف سعادتك، انا رايي ان احنا نمشيهم، والواد اللي اسمه طاهر ده نحطه تحت المراقبه لحد ما نتاكد انه نضيف، لان يا باشا لو استمرينا في حجزه كده من غير دليل، زمايله الصحفيين بقى والجريده بتاعته هيقعدوا يكتبوا ويتنقوروا ويعملوا لنا قلق على الفاضي، واحنا مش ناقصين سعادتك. انت شايف كده يا هشام؟ بعد اذن معاليك. ماشي يا هشام، خليني ماشي وراك لحد ما اشوف اخرتها ايه. متشكر قوي سعادتك، ربنا يخلي سعادتك لينا. انا كان مالي انا ومال السياسه، مالي انا ومال السياسه. تعالى تعالى وانتوا كمان ما تلدع، شيلي لي كل الصور دي مش قادر، مش حطي لي صور النسوان تاني. انا متوتر ليه؟ متوتر ليه؟ موبايلي فين؟ موبايلي عاطف. الو، ايه يا عاطف؟ انت فين؟ بقول لك ايه؟ تيجي لي دلوقتي حالا مع كل انواع المخدرات اللي عندك، وعايز 10 ازايز و15 كيس تلج، ماشي؟ ما تتاخرش عليا. سلام. مين سوزي كل منك انت يا علي، يا كلبه يا كلبه. العلي قال ده انت واطيه. الو، ايه يا سوزي؟ انت فين؟ بقول لك ايه، تيجي لي دلوقتي حالا معاكي كل اصحابك البنات، انا مش عايز اشوف ولا راجل. فيسبوك بسلم لي بقى على 200 متعه. صباح الخير. صباح النور يا فندم. مستر ريتشارد موجود؟ مستر ريتشارد مش موجود يا فندم ومش جاي النهارده. نعم؟ ازاي يعني؟ احنا كان في بينا ميعاد. حضرتك ممكن تكلميه وتستفسري منه. ميرسي. Hello, Mr. Richard. I'm Nancy. Hey Nancy, I'm sorry. I'm just in the middle of something. I promise I will call you when I get back. But I told you that I'm traveling abroad and I really don't have time. Okay, sir. But please call me when you get back. Please. Thank you. يا موزة. كنت خواضع كوميدي والنبي بس بموت في الليالي. I love it when you speak Spanish. Wait, I've got the surprise. أنا عيني منك. Which one do you prefer, the brown one or the yellow one? يخرب بيت ام البواريك اللي مجنناك دي، مره اصفر ومره اخضر ومره بني. I love it when you speak Spanish. You prefer the brown one. روحي فيك وبحبك. Baby, shake it. Oh, come on. بموت عليك. اتفضل يا فندم، طلب تسوية معاش. انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ بتكلم جد يا فندم. وانت فاكر انك هتعيش بعد المعاش
لحد ما تسدد ال 10000 جنيه. يا فندم ربنا يدينا ويديك طول العمر يا فندم. غلط، اكبر غلط. مش فاهم ايه هو اللي غلط؟ يا ابني السلف تلف والرد خساره. معلش يا باشا، انت عارف اصل ده دين في رقبتي ومطلوب مني لازم اسدده في ميعاده. انت حر، انا هقدم طلب استبدال المعاش بتاعك للمدير والقرار النهائي في ايده. ربنا يخليك لينا يا استاذ منير، وبطلب من حضرتك يعني ربنا يخليك لينا وانت بتقدم الطلب للمدير في ودنه كده كلمتين حلوين من شنبك ده. انت تؤمر. 2000 جنيه 2000 جنيه بتوع ايه يا مرزوق؟ بتوع اخواتي البنات يا بط. هما مش دخلوا الجمعيه معانا بيهم؟ اه، وبعدين رجعوا في كلامهم وعاملين لي دوشه بقى هم وجوازاتهم على الفلوس دي. فانا قلت اجي اقول لك يعني علشان تقولي لامك توفر لنا الفلوس. وبعدين يعني يا بطه 2000 جنيه مش هيفرقوا كتير في فلوس الجمعيه. ماشي، بس هم عايزين الفلوس ليه؟ ما يستنوا ياخدوها في ميعادهم. وبعدين بقى والنبي يا بطه بلاش تحرجيني اكتر من كده. احرجك ليه يا مرزوق؟ اصل بصراحه يعني انا اخواتي متوترين قوي من بعد اللي حصل لعم امين. يعني ايه؟ هما فاكريننا نصابين؟ انا ما قلتش كده، انا بس عايز اديهم ال 2000 جنيه علشان اخلص من الدوشه ووجع الدماغ. على فكره بقى، انا ابويا اشرف من الشرف، واللي حاصل له ده بسببك. انا؟ انت. هو لولا جوازتي وزنقته للفلوس كان راح ارتشى. وبعدين بدل ما تقدر اللي عمله عشاننا جاي تطالبني بفلوس اخواتك، وكاننا بقينا جربه بقى دلوقتي ومش عايزين تقربوا لنا. لا سمح الله ما حدش قال الكلام ده. في كلام يتحس وما يتقالش يا مرزوق. امسك. ايه ده؟ ده اللي ما بيننا يا مرزوق، وادينا نهيناه، واعتبر الفتحه اللي ما بيننا كانها ما اتقرتش. هي يا استاذ امير، ايه بقى الموضوع الخطير اللي كنت سيادتك عايزني فيه؟ موضوع خطير جدا. جبت لك يا ستي الوان الحيطان بتاعت العياده عشان تقولي لي رايك، ولا كمان هتستخسري فيا الاستشاره؟ مش كفايه ما رضيتيش تعملي لي الشغل؟ ايه ده ايه الرغي ده كله؟ انا قلت لك مش هبص. هات. بص يا ستي، انا عايزك تبصي على كل الالوان، بس استني هوريكي حاجه معينه عايز اخد رايك فيها اهو. قولي لي رايك في اللون الزيتي. زيتي؟ حد يعمل حيطان عياده نفسيه زيتي؟ انا هجيب الفرش كله لونه ابيض وكل الاكسسوارز بيضه، هتبقى حلوه وجديده، حاجه طاقه. هم العيانين جايين لك طاقين اصلا، هم ناقصين طاقان. اسمع، لو عايز رايي اعمل حيطان الوان فواتح علشان تبقى مريحه للعين. الفرش بقى ما ينفعش خالص يبقى ابيض بالذات هنا في مصر، لانه هيتوسخ. بلدنا مليانه تراب طول الوقت، مش هيبقى براكتيكال. اوكي؟ تصدقي فعلا بقى المثل اللي بيقول ادي العيش لخبازه. على فكره انت لو استنيتي هنا في مصر هتنجحي جدا. ما انا عارفه، بس برضه هسافر مش هقعد. انا كل مشكلتي بس ان انا متاخر لي فلوس مع كلاينت امريكاني كنت بتعامل معاه مؤخرا، متاخر عليا في اخر دفعه. اول ما هاخدها هسافر على طول. يعني كلاينت الامريكاني ده هو اللي معطل لك الدنيا؟ بصراحه بس انا مش عارفه ايه اللي جراله. كان بيدفع كل اللي فات كويس قوي، جه في اخر دفعه دي ومغلبني. شفتي بقى؟ عشان تبقي تسمعي كلامي، او كلاينت امريكاني ومغلبك، عشان انت فاهمه ان كل الناس بره ملتزمه. اهو في ناس اهو بتضرب مواعيد وبتلاوع يمكن زي هنا واكتر. بس اكيد نسبتهم هناك هتبقى اقل بكتير من هنا. بيتهيألك، ده هم اللي اخترعوا الالاباندا في العالم كله، انا عشت معاهم وعارفهم كويس. انت بس فاهمه نفسك ان انت رايحه تعيشي في جنه في وسط ملايكه. انا مش عايزه اعيش في جنه وسط ملايكه، انا عارفه اني عايشه على الارض. انا كل اللي انا عايزاه اعيش في مجتمع بيحترم بعضه بغض النظر عن دينه، مركزه، مستواه، اي حاجه. وعايزه اعيش في بلد بتديني حقوقي عشان انا كمان اعرف اقوم بواجباتي. صعبه دي يا ستي؟ مش صعبه ولا حاجه، بس لغايه ما هنالك ان هي دي الجنه بعينها. جنه مش موجوده على الارض يا نانسي. على فكره لازم تستوعبي كويس قوي ان بقى ظلم الشعوب موضه في العالم كله. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يا مولانا الرحيم. يا عم الشيخ، صدق الله العظيم. احنا هنفضل في القلق ده ولا ايه؟ انا عايز انام. مش بدل ما طق يا عم، بعد اللي حصل لابويا ده قلت اسد مكانه في البيت. اكل عيشي اتقطع والفيسبا اتسرقت. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سرقها. ماشي، حاسبن بره في الصاله
انا عاوز انام بدل ما اطق من قله النوم. قلة النوم؟ انت بتحسش يا عم انت؟ ده بدل ما تقوم تصلي معاه الفجر. تقبل الله. تقبل منا ربنا. اسم الكريم ايه؟ آدم. آدم اسم جميل. الله، ده اسم أبو الأنبياء والخلق. أخوك مصطفى. أنت من منطقة هنا يا آدم؟ من أبو العلا. ما بشوفكش كتير معانا في صلاة الفجر. بصراحة يعني أنا مش منتظم في الصلاة أوي، بس عندي شوية مشاكل كده، فقلت أجي أصلي معاكم الفجر يا جماعة. أنت ابن حلال، لأن أنا هقول لك دعاء تقول ورايا كده، ربنا سبحانه وتعالى هيكشف عنك كل كربك وهمك. اللهم إني اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم إني أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاؤك ماض في حكمك أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني إن شاء الله ربنا هيفك عنك جميع كرب. آمين يا رب. أخوك محمد. على فكرة أحسن حاجة اللجوء لربنا. أنا كنت زيك مش منتظم لغاية أما ربنا سبحانه وتعالى بعت لي واحد أخذ بإيديا وقال لي كلمة لسه فاكرها لغاية دلوقتي. قال لي إن الصلاة هي الصلة اللي بينك وبين ربنا، فمعقولة نقطع الصلة اللي بيننا وبين الخلق؟ ربنا يخليك يا شيخ مصطفى. وعايزين كده نشجع بعض ونشوفك دايما معانا كده إن شاء الله. إن شاء الله. يلا بينا بقى مع الإخوة نسمع كده درس ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بيه إن شاء الله. إن شاء الله. يا شيخ ادم. يا باشا. مش لابس اليونيفورم ليه؟ يونيفورم ايه يا باشا؟ الجلابيه والطاقيه والسبحه. ما تاخذنيش يا باشا، مش فاهم حضرتك تقصد ايه. يا ابني عده الشغل يا غلا. اصل زي ما تقول كده يعني خير اللهم اجعله خير. يعني جات لي كده صوره في المنام وانت لابس فيها ابيض في ابيض، جلابيه بيضه وطاقيه بيضه وماسك سبحه خضراء. بسم الله ما شاء الله عليك زي القمر. وقال ايه؟ داخل مسجد الرحمن في منطقه ابو العيله، وقابلت كده ناس لابسين ابيض في ابيض، ناس من هم الطيبين دول، قاعدين بتخططوا لحاجه، بتتكلموا في حاجه، ناويين على حاجه. بس ساعتها بقى انا صحيت ما اعرفش بقى كنتوا بتتكلموا في ايه يالا؟ كناش بنقول حاجه يا باشا. انا كل الحكايه ان انا اليومين دول تعبان وظروفي ملخبطه معايا، فقلت انزل اصلي الفجر. بالصدفه هناك قابلت ناس ما اعرفهمش، قالوا لي تعالى احضر معانا درس الدين. عينك ما تفرقش عيني، كمل. قالوا لي تعالى احضر معانا درس الدين. قعدت معاهم وحضرت الدرس، كنت محتاج اسمع كلام ربنا يطمني.
واطمنت يا روح امك؟ عينك ما تفرقش عيني ولا خزقهم لك؟ انت متعود تروح الجامع ده؟ ابدا يا باشا، انا بروح بس في الجمعه والعيد. اشمعنى الجامع ده تحديدا؟ ابويا يا باشا كان معودني من وانا صغير اروح اصلي في الجامع، زي ما تقول كده يعني. كان فرحان بخلفتي عشان انا الولد الوحيد على بنات. كان بياخدني نروح نصلي في الجامع. كل الحكايه كان نفسه ان ابنه قلبه يتعلق بالجامع. اكيد حضرتك عندك ابن ونفسك تشوفه كده، نفسك تشوفه قلبه متعلق بالجامع. مش حضرتك عندك ولاد برضه يا باشا؟ ربنا يخليهم لك. يا سيف باشا اهدى شويه. الله، ملهاش لازمه العصبيه دي كلها. وبعدين انا بقى احساسي بيقول لي ان الواد ده ملوش في اي حاجه. هتقعد تقول لي احساسك مش احساسك؟ يا اخي فلقتني باحساسك ده. بقول لك يا هشام، الواد ده كده شكله مش عاجبني، انا كارهه لله في لله. انا عايزك تريحني وتحط لي الواد ده تحت المراقبه وهفكرك. حاضر سعادتك، بس اهدى، شكله كده حويط وتربيه جماعات. ايوه يا فندم، بس كده ممكن الحكايه تنكشف ونروح كلنا في داهيه. الحل الوحيد ان احنا نشوف حد يشهد انه شافه وهو بيولع في المخزن، وبكده نبقى خلصنا منه زي ما خلصنا من الحاجه اللي في المخزن. بس سيب الحكايه دي عليا وانا هتصرف. اتفضل. صباح الخير يا استاذ منير. صباح الزفت. الله يخليك، انا عارف فعلا ان انا جاي في وقت زي الزفت، بس هو سؤال وهمشي على طول. نعم يا سيدي. موضوع طلب استبدال المعاش اترفض، وادي تأشيرة المدير انه اترفض. فلوس اترفض استبدال. طب ليه؟ ليه يا استاذ منير؟ انا كنت حاطط كل املي وعشمي ان انا اخد المبلغ ده باي طريقه. بقول لك ايه، انت بعيد عني، انا فيها اللي مكفيني. ليه انا كل ما امشي في طريق بيتسد في وشي؟ ليه بيتسد في وشي؟ انا بالذات ليه؟ بقول لك ايه يا عامر، انا عندي ليك موضوع لو نفذته هتحصل على 10,000 جنيه من غير ما يتخصم منك ولا مليم من المعاش. يا ريت. موضوع ايه بالظبط؟ حتى لو كان الموضوع ده مش مظبوط 100%، قول لي عليه، ابوس ايدك. اي موضوع، لو عاوزني اقتلك قتيله جوزه كده وامشي بجنازته عشان خاطر اخد المبلغ ده. لا يا راجل، مش لدرجه قتيل، ده الحكايه كلها شهاده زور. هتشهدها وهتروح لحالك ولا من شاف ولا من دري.
مش عارف ايه، حاسس ان كل حاجه حلوه بتتسحب مني. والله يا ادم انا مش عارف اقول لك ايه، بس فعلا الدنيا شكلها ملخبطه معاك قوي. يا ريتها جت على اللخبطه، ما هي ملخبطه معايا طول حياتي. عارف يا كيمو، وانا صغير كان كل ما يبقى نفسي في حاجه اتكسف اقول لابويا عليها، عشان عارف ظروفه وعارف انه مش هيقدر يجيبها لي. كنت اقول لنفسي معلش، بكره هتكبر وتجيبها. كنت كل ما اشوف امي بتعيط ولا تعبانه كنت اروح اترمي تحت رجلها، اقول لها ما تزعليش يا امي، ان شاء الله بكره هكبر ومش هخليك تتعبي ابدا. قعدت اقول بكره بكره واصبر نفسي ببكره، لحد ما اكتشفت حاجه غريبه يا اخي، ان بكره ده بيعدي على كل الناس الا انا. ولا يا ادم ولا تحمل هم، انا ممكن اكلم ابويا دلوقتي واشغلك في احسن مكان في مصر، ولو عايز فلوس انا تحت امرك في اي حاجه. ايه الكلام اللي زعل ده يا عم كريم؟ انا بحكي لك عشان انت صاحبي يا اخي، ولا ما احكيلكش؟ يا ابني انت عبيط، انت اخويا يا ابني، لو ما وقفتش معاك دلوقتي هقف معاك امتى؟ وانت كمان اخويا. سيبك انت من الموضوع ده، قول لي بقى ايه اللي ورطك في موضوع امن الدوله بتاع طاهر ده؟ يا ابني انت من طينه وهو من طينه تانية خالص، انت عارف انه عنده قضيه وعايش عشانها، انت بقى بتحب واحده ما تبقاش داخله كده. يا ادم صدقني البنت دي انا حاسس معاها احساس مختلف، حاسسها واحده مختلفه كده وحاسس انها واحده بجد محترمه. يعني حاسس ناحيتها احساس نظيف؟ اول مره في حياتي. تتجوز يعني ولا ايه؟ هو شكلي هعمل كده، بس ساعدني بقى. انا عيلتي حاجه يا عم انصحني. انا عايزك تاخد بالك من نفسك، ربنا مديك نعم كتير قوي، حاول تحافظ عليها عشان ما ياخدهاش منك. انا هقوم بقى، حاسس ان انا جاي لي شغل في المعادي كده في مطعم، ادعي لي يا رب ربنا يكرمني ويقبلوني. ربنا يكرمك يا ادم. يلا همشي انا بقى. الحمد لله على السلامة يا ابو امير، وحشتنا. انتوا اللي وحشتوني اكتر. احكوا لي يا شباب اخباركم ايه؟ احنا يا عم امير زي ما احنا، انت اللي باين عليك الغربه غيرتك، بس على فكره للاحلى. هو انا كنت ضايع قوي يعني قبل الغربه للدرجه دي؟ طول عمرك شاطر وبعيد عن الضياع بمراحل. قول لي يا امير، انت حقيقه اخدت الدكتوراه؟ حقيقي يا سيدي. هو سيف ايه حكايته اتاخر ليه؟ ما انت عارفه دايما بيحب يتاخر زي النجوم. بشر سيف الحديدي مواعيده زي اسمه ابو السيوف. ازيك يا امير؟ وحشت جدا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. باشا. ازيك يا محمد؟ تمام يا ريس. وحشت يا سيف. انت اكتر يا امير، اخبارك ايه؟ انا تمام حبيبي الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وحشني يا ولاد، انت كمان وحشني. الله يخليك. عامل ايه؟ الله يخليك يا ولاد. هو انتوا مش بتتقابلوا كل يوم خميس زي زمان ولا ايه؟ يا عم قول لزمان ارجع زمان. الكلام ده كان ايام ثانوي وعليه خير. المسؤوليات كبرت وانا بايديا يعني مشغوليات، هعمل ايه؟ يا جماعه انتوا محسسيني ان بقالي 60 سنه سايب البلد مش 6 سنين عمر. مساء الخير يا فندم. اجيب لك حاجه؟ هات لي ميه يا ابني. شوف يا امير اخويا، البلد هنا بتتغير، مجتمع بقى مختلف يوم ورا يوم، مش زي زمان. سيبك انت، مفيش احلى من اصحاب زمان وايام زمان. ايوه بتقول فين؟ والله يا اخوانا الواحد مهما عارف ناس برضه مفيش اجدع من صحاب المدرسه. عندك حق والله. الآن احنا كنا بننزل من اول النهار نقعد مع بعض لاخر اليوم، اهالينا ما كناش بنشوفهم اصلا. فاكرين السجاير الفرد؟ ليه كده بقى؟ ليه كده؟ طب بلاش دي. فاكرين رحله الاقصر واسوان؟ لا 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 لا. كانت ايام حلوه، مفيش فيها مسؤوليات، مفيش فيها مشاكل. احلى ايام فعلا.